ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في الفيديو ده حبيبتي هشاركك حاجات كنت اتمنى بصراحة ان انا ابطل ان انا اعملها من زمان. فلما بطلت اعملها فعلا حياتي فعلا اتغيرت، فقررت ان انا اشارككم في الفيديو ده الحاجات دي. فيلا بينا نبدأ. دايما كنت بركز على الحاجات اللي مش تحت سيطرتي، الحاجات اللي انا ماليش ايد فيها. فانا ليه دايما احاول ان انا اركز على الحاجه اللي مش تحت سيطرتي؟ ليه دايما بحاول ان انا اغير الناس اللي حواليا؟ ليه دايما بحاول اخليهم ان هما مثلا يبطلوا عاده معينه؟ ليه دايما بحاول ان انا اخليهم يغيروا معاملتهم معايا؟ اكتشفت ان كل ده انا بضيع وقتي، بضيع طاقتي. فحاولي ان انتي ما تتدخليش مع حد في نقاش علشان ان هو يتغير، لان مش انتي اللي هتغيري العالم، مش انتي اللي هتغيري الناس. وخلي بالك مش انتي برضو اللي هتغيري دايرتك الصغيرة، باباكي، مامتك، اخواتك، صحابك. ده كده اهدار لطاقتك وملوش اي لازمة. لو نصحتي حد ولقيتيه ان هو متمسك برأيه، ما تحاوليش ان انت تتكلمي معاه تاني، ما تحاوليش ان انت تتناقشي معاه في حاجة هي بالنسبة له محسومة. ما تهدريش طاقتك معاه، ما تحطيش طاقتك وتركيزك في حاجة انت مش هتقدري ان انت تتحكمي فيها. بصي، كل اللي انت تقدري تتحكمي فيه وتسيطري عليه هو نفسك وبس. تقدري ان انت تغيري تصرفاتك. انا اقدر ان انا اعمل كل اللي عليا في حاجة معينة واشتغل عليها، بس ما اقدرش اتحكم في النتيجه. خلي بالك، اقدر ان انا اشتغل كويس جدا على قد ما اقدر، بس ما اقدرش برضو ان انا اتحكم في النتيجه. اقدر ان انا اعمل كل اللي عليا في علاقتي بناس معينه، بس برضو ما اقدرش ان انا اتحكم في النتيجه. ما اقدرش ان انا اتحكم في هل العلاقه دي هتكمل ولا لا. ولو العلاقه باظت ملومش نفسي، لان دي حاجه خارج سيطرتي، انا ما اقدرش اتحكم فيها. فما تهدريش طاقتك ووقتك ومجهودك في ان انت تحاولي ان انت تغيري حد، او ان انت تركزي على النتيجه، لان النتيجه دي مش في ايدك. كل اللي في ايدك ان انت تعملي اللي عليكي وبس. حاجة كمان لو بطلتي تعمليها حياتك هتتغير، وهي انك تبطلي تقارني نفسك بالناس. لان الزمن اللي احنا فيه ده مع وجود السوشيال ميديا والانستجرام بالذات، اللي الحياة تحفة جدا عليه، فبقينا طول الوقت بنقارن نفسنا بناس تانية غصب عننا. لان الناس بتشارك طول الوقت انجازاتها والحاجات الحلوة اللي في حياتها، والخروجات والسفر، واللي اهله بيدعموه، واللي بيخرج كتير، واللي عنده فلوس كتير، واللي بيسافر كتير، واللي عنده لبس كتير، واللي بشرتها تحفة، واللي شعرها تحفة. فكل دي حاجات بقينا غصب عننا بنقارن نفسنا بيها، والحاجات دي للأسف غصب عننا بقت بتسبب لنا إحباط، وطول الوقت مستائين جدا من حياتنا، وبقينا دايما بنتعامل مع الحياة على إنها منافسة. فخلي بالك، يبقى عندك الوعي والتفكير ده، ان السوشيال ميديا دي من اكتر الحاجات اللي بتسبب لك احباط، عشان كل الناس بقت بتشارك الحلو اللي في حياتها وبس، وانتي بتتفرجي. فانتي خلي عندك التفكير ده، ان محدش هيطلع كده موبايله ويمسكه ويصور لك بقى الوحش اللي حصل في يومه والمصايب اللي بتحصل معاه. خلي عندك التفكير ده، محدش هيعمل كده. فانتي تبقي عارفة ان ده شغلهم، هم لازم طول الوقت يخلوكي تتفرجي على الحاجات اللي انتي نفسك تعمليها. يعني انتي لو تلاحظي كده، لو انتي نفسك تسافري هتلاقي نفسك بتتفرجي دايما على فلوجز سفر. لو انتي بتحبي اللبس والشوبينج هتلاقي نفسك دايما بتتفرجي على فلوجز الشوبينج وستايلينج. فده شغلهم، لازم يخلوكي تشوفي الحاجة اللي انتي نفسك تشوفيها. لكن بقى محدش هيصور لك هو قد ايه كئيب وتعبان ومحبط في حياته، لان انتي مش هتحبي تشوفي كده. وانا في رأيي كمان ان السوشيال ميديا خلت للسعادة شكل واحد، ان انا لازم علشان ابقى سعيدة انا لازم اجيب لبس كتير من براندات غالية، ان انا علشان ابقى سعيدة فانا لازم يكون عندي العربية بتاعتي والف بعربيتي واروح اشرب الكوفي بتاعي، ان انا عشان ابقى سعيدة فانا لازم كل ويك اند اروح اسافر، ان انا عشان ابقى سعيدة فانا لازم يوميا اخرج. بس الواقع والحقيقة غير كده خالص. وخلي بالك، مش علشان الشخص ده سعيد وهو بيعمل كده فانا لازم برضو اكون سعيدة وانا بعمل كده. مش شرط اللي بيسعده يسعدني، لا، انتي ممكن تكون في حاجات تانية بسيطة جدا بتسعدك. ممكن مثلا قعدتك مع اهلك في البيت بتخليكي سعيدة، ممكن لما تتفرجي مثلا على فيلم انتي بتحبيه فده بيخليكي سعيدة جدا، ممكن لما تقري اي حاجة بتحبيها تبقي انا سعيدة قوي، ممكن لما تشغلي اغنية في البيت بتحبيها وترقصي كده عليها
انت سعيدة جدا. فاللي بيبسطني مش شرط يبسطك، كل واحد بيتبسط بطريقته، كل واحد بيفرح بطريقته. فالحل ان يبقى عندك حاجات كتير في حياتك تخليكي ما تقارنيش نفسك بالناس، يبقى عندك فول لايف. لو حد حقق انجاز انت نفسك تحققيه في يوم من الايام، فاتعامل انا مع الشخص ده على انه نموذج ومصدر للالهام ليا وقدوة ليا، بدل ما اتعامل معاه على انه شخص بينافسني او على انه شخص بيحسسني قد ايه حياتي فاضية، واحط طاقتي في ده بدل ما اضيعها في اني اقارن نفسي بحد تاني. النقطة اللي بعدها، بطل تصر على ان كل شيء يكون مثالي، لان اصرارك على ان كل شيء يكون مثالي ده هيخليك ان انت تأجل حاجات، ما تعملهاش، ما تنتجش حاجة، ودايما لما تيجي تعمل حاجة تطلع فيها عيوب الدنيا. يعني مثلا لو انا هبدأ اروح الجيم، فانا لازم اروح كل يوم ولازم اتمرن كل يوم ساعة، علشان هي دي الصورة المثالية للتمرين في دماغي. فلو انا بقى مش هعرف ان انا اروح الجيم كل يوم واعمل كده، فانا خلاص هشيل الموضوع من دماغي اصلا، مش هبدأ في الموضوع من اصله، علشان انا لازم بقى في دماغي ان انا كل حاجة صح. برضو مثلا لو انا مثلا عايزة امشي على نظام اكل هيلثي، فانا بقى لازم من اول اليوم لاخره اكل اكل صحي 100%. فلو انا بقى مش هعرف اكل اكل صحي كل يوم، فمش هبدأ. فانا بقى في دماغي الموضوع ده، يا اما هعمل الموضوع باكتر صورة مثالية، يا اما مش هعمله خالص. فانا من رأيي ان السعي ورا المثالية ده شيء بيضرنا اكتر ما بينفعنا، لان دي حاجة هتخلي دايما انتاجيتنا تكون اقل. دايما هنأجل حاجات احنا عايزين نعملها، لان احنا متخيلين ان احنا لازم اول ما نبدأ نعمل الحاجة دي نعملها باكتر صورة مثالية ممكنة، اللي هي اصلا يعني بعيدة عن نمط حياتنا دلوقتي. هو في الزمن ده في حاجة دلوقتي مثالية 100%؟ انا شخص مش مثالي وانت شخص مش مثالي، فانا ليه بدور على المثالية؟ وليه بسعى ورا المثالية؟ وليه بصر ان كل حاجة تكون صح؟ ولو مثلا انا بعمل مثلا عادة سيئة أنا عايزة أبطلها، أنا من رأيي إن بدل ما بطل الحاجة دي مرة واحدة، أحاول أقلل العادة دي بالتدريج كده، واحدة واحدة في حياتي. أنا مثلا دلوقتي عايزة أتمرن، بدل ما أحط في دماغي إن أنا لازم يوميا كل يوم أتمرن، لا، اتمرن مثلا في البدايه مرتين في الاسبوع. لان خلي بالك المفروض والطبيعي جدا ان كل حاجه في البدايه تمشي بيبي ستيبس، كل حاجه في البدايه تمشي بخطوات بسيطه، لكن التحول المفاجئ ده هتلاقي نفسك رجعتي بسرعه لنقطه البدايه من تاني، هيخليكي اساسا ما تقدريش ان انت تكملي الحاجه وتستمري عليها. اهم حاجه ان انت تستمري، فالتحول المفاجئ ده على طول هيخليكي ان انت ما تقدريش ان انت تستمري. حتى خلي بالك في علاقتك بالناس، ما تبقيش منتظرة من اللي قدامك ان هما يعملوا اكتر شيء مثالي. ما بقاش منتظرة ان صحابي دول المفروض ان هما يبقوا افضل صحاب واحسن صحاب، ولما يجوا يتصرفوا في موقف يتصرفوا باحسن طريقة. هو مفيش كده اساسا، احنا بشر وكلنا خطائين وكلنا بنغلط. فانتي متوقعه ليه ان اصحابك يبقوا افضل ناس وما يغلطوش ابدا؟ متوقعه ليه ان كل اللي حواليكي المفروض ان هم يتصرفوا باحسن طريقه ويعاملوكي باحسن طريقه؟ انتي لما يبقى في دماغك ان انتي صحابك دول المفروض ان هم يبقوا احسن صحاب في الدنيا، ده هيخليكي تتجاهلي الحاجات الحلوه اللي فيهم. ما هم اكيد فيهم حاجات حلوه، فانتي متوقعه بقى ان هم ما بيغلطوش، فده هيخليكي ما تشوفيش الحاجة الحلوة اللي فيهم، دايما هتركزي على عيوبهم، دايما شايفة غلطاتهم، وده هيأثر جدا على علاقتك بالناس المحيطة بيكي، هيخليكي دايما حاسة بالإحباط، هيخليكي دايما ضغطة على اللي حواليكي لازم يتصرفوا بأحسن طريقة. طب ما انت كده بتضغطي عليهم جدا وهيبعدوا عنك. فدايما نحاول ان احنا ما نسعاش ورا المثالية في كل حاجة، لان احنا اساسا مش مثاليين. النقطة اللي بعدها، بطلي تيأسي بعد ما تفشلي من أول محاولة. حياتك هتتغير لما تفهمي إن الفشل ده جزء من النجاح، وإنك لو خايفة تعملي حاجة علشان خايفة إن انت تفشلي، فانت عمرك ما هتنجحي. عمرك ما هتنجحي وانت قاعدة في مكانك ومش بتحاولي، علشان معظمنا بيتعامل مع الفشل على إنه خلاص أنا قدراتي كده، هو ده اللي أنا أقدر أعمله، وإن مفيش حاجة تانية في إيدي أقدر أعملها، وإن أنا خلاص طالما أنا فشلت فأنا خلاص مش هحاول تاني. حياتك هتتغير لما تفهمي ان كل حاجة بتتطور وبتتحسن بالممارسة، وان كل الناس اللي انت شايفاهم دلوقتي دول ناجحين فهم فشلوا قبل كده كتير قوي. يعني لو انت شايفة دلوقتي حد مثلا بيرسم كويس وناجح قوي،
فهو عمل رسومات وحشة قبل كده كتير قوي. لو انت شفتي اول رسمة ليه مش هيبقى فيه مقارنة خالص بين رسمه دلوقتي. لو مثلا انت شايفة دلوقتي واحدة بتطبخ كويس جدا، فده بعد طبخات كتيرة بوظتها قبل كده وأكلات كتيرة باظت منها قبل كده، لحد ما في الآخر وصلت لأحسن طريقة. فحاولي ان انت ما تشوفيش النتيجة وتحكمي عليها من غير ما تعرفي اللي قدامك ده حاول قد ايه وفشل كام مرة لحد ما وصل للي انت شايفاه ده دلوقتي. ما تفتكريش يعني ان هو محظوظ ان هو وصل لكده، لا ده وصل لكده بعد فشل بالهبل. وأخيرا حياتك هتتغير لما تبطلي تخافي ان انت تاخدي الريسك، لما تبطلي تخافي انك تخاطري. حاولي ان انت دايما ما تدوريش على الفرص المريحة واللي مش هتخسرك حاجة، ما تدوريش على السهل، يعني الفرص السهلة، عشان انت كده بتضيعي على نفسك فرص كبيرة قوي. وما تحكميش من تجربة حد غيرك عدى بنفس موضوعك وجربه وفشل فيها، عشان هو فشل فيها فانت لازم هتفشلي، عشان انت مش بتدخلي نفس التجربة بنفس المعطيات فبالتالي هتطلع لك نفس النتيجة. انت مش هتدي مثلا للموضوع ده نفس الوقت اللي الشخص التاني عطاهوله، انت مش هتدي الموضوع ده نفس المجهود اللي الشخص التاني عطاهوله، فعشان كده هيطلع لك نفس النتيجة. لا، ممكن نتيجته تبقى غير نتيجتك، ممكن انتوا الاتنين تدخلوا نفس الحاجة في نفس الوقت، انت تنجحي وهو يفشل. علشان مش كلنا تفكير واحد فاكيد مش هتطلع النتيجة واحدة. لو الشخص ده جرب نفس موضوعك وفشل فيه فمش شرط ان انت هتفشلي فيه، عشان انت ممكن تدي الموضوع ده اكتر بكتير من ما هو عطاهوله وتنجحي. فحاولي دايما ان انت ما تخافيش ان انت تاخدي الريسك، لا فكري في احسن سيناريو ممكن يحصل. احسن سيناريو ممكن يحصل لو انت خدتي الريسك ده فعلا اللي انت خايفة منه. لو خدتي الريسك ده فعلا حياتك هتتغير ازاي، مستقبلك هتتغير ازاي. حطي توقعات منطقية، وبرضه حطي أسوأ سيناريو ممكن يحصل لو انت خدتي الريسك ده. اكتبي الحاجات اللي انت ممكن تخسريها لو انت فشلتي في التجربة دي. هتخسري فلوس مثلا، هتخسري مجهود، هتخسري وقت، بس اهم حاجة لازم تعرفي انك لو عمرك ما اخدتي الريسك وفضلتي ماشية جنب الحيط عمرك ما تنجحي. وخلي دايما في دماغك ان كل حاجة حوالينا ابتدت بفكرة وبحد خد الريسك وعملها. كل حاجة حوالينا، محلات، كافيهات، براندات، كل حاجة في الدنيا حوالينا ابتدت بفكرة وابتدت بشخص أخد الريسك وحط فلوس ووقت ومجهود فيها. وافتكري دايما في آخر حياتك ان انت هتندمي على الحاجات اللي انت على الحاجات اللي انت ما عملتهاش وما جربتهاش، مش على الحاجات اللي انت عملتيها. وبس كده حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو ده بأي حاجة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم عشان يستفادوا هم كمان. واشوفكم باذن الله في فيديو جديد. سلام.